بدنا نجيب المي، بس بنحطها في اشي كيس زي هذاك. يعطيك العافية عم. اليوم اشتغلت بمشتل، تعالوا اعلمكم لانه الرسول وصانا على الزراعة، فتعال اعلمكم شو بسووا بالمشتل. بندخل زي هيك على المشتل، بنقول بسم الله ما شاء الله. اول اشي الشتلات هاي المزروعة بدنا نجيب المي ونشربها. لا مش نشربها، بدنا نسقي. بنقول هيك بسم الله. بدك تسقي ايش؟ كل الشتلات. وهسه بعلمكم تزرعوا، طولوا بالكم. احنا بدنا نسقي اول. تسقي زي هيك. طبعا بعد ما نخلص زقي بنشوف شو في عندنا شتلات بدها نقل على قواوير وبننقلها. تعالوا نشوف شو الشغلات بدها نقل. بنخلص هذا وبنحط هاي هيك وبنروح على الشتلات ندور. بعد ما نزقى هذا كامل كله شرب مي، بدنا ايش؟ نزرع شتل زغنوطه. كانت بذره زي هاي، بنزرعها بذره بتكون زي هيك، بنحطها في اشي كيس زي هذاك. تعال افرجيكم اياه. بعد ما نطلعها من غاد بنحطها في كيس زي هيك. هسه من هون بدنا ننقلها على قويره. تعالوا معي. بعد ما اخذنا الشتله بناخذ القوار عشان نجهزه. بنيجي هون. يعطيك العافيه عم. بنحط شتلتنا هون وبنحط القوار هون وبنجيب الكفكير. تعرف هذا اسمه كفكير، بتسوي زي هيك. بدنا نعبي هذا للربع، نسوي زي هيك. بعديها ايش؟ نفرد الرمل زي هيك وبنجيب شتلتنا بنطعنها. لازم نطعنها هيك ونعلم عليها نضربها. بعد ما نضربها هيك بنطلعها زي هيك. نقول بسم الله. شايفين بذرة؟ ازرعها بتكسب حسنات. بعديها بتحطها هيك وبتجيب الكفكير مرة ثانية، بتسوي هيك وبتصير تحط حواليها. شايفين كيف سهل؟ بالايد احسن من الكفكير. نسوي زي هيك. صار عندنا شتلة. بناخذها وين؟ بناخذها على المي، بنشربها شوية المي وبنحطها هون وشربها. شوفوا قديش كسبنا اجر لما زرعنا هالشتلة. على قد عمرها على قد ما بنكسب اجر. بعد ما يخلص مرحلة الشتلة بنحطه بالقوار. بعد ما نخلص مرحلة القوار بصير شجرة زي هيك، بنحطه في قوار اكبر. كل ما بتكبر الشجرة بنحطها اكبر لحد ما تصير ايش؟ المرحلة هاي الليفل العالي. انت بتقدر تشتريها وهي صغيرة وتربيها وتكبرها، وبتقدر تسوي اللي بدك اياه وهي كبيرة وهي صغيرة. انت حر. بدي اخذكم بس افرجيكم البرك هاي شو اهميتها في الزراعة. تعالوا معي. هاي المي اساس كل اشي بالزراعة. بدون مي ما في زراعة. فعشان هيك الرسول وصاك تحافظ